فريق الأولياء الأتقياء الأصفياء الأنقياء، تغمض وتفتح يكون هذا التقي النقي عبر إلى جنات النعيم، فيمر عليه المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. هذا كلام الحنان المنان الرحيم الرحمن. نعم، منهج لا تزكو النفس إطلاقا إلا به، لا بد من الترغيب والترهيب، لا بد أن يطير الإنسان إلى مقام ربه تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يكون فيه خوف ولازم يكون فيه رجاء، ولما يغلب عليك جانب الخوف لا ركز في الرجاء، ولما يغلب عليك جانب الرجاء بدون عمل لا تذكر مقام الخوف. لا بد أن يطير العبد إلى الله سبحانه، وأن يسلك العبد الطريق إلى الله جل وعلا بجناحين، ومحال أن يحلق طائر ولو كان جبارا قويا في السماء بجناح واحد، فإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. لا بد من مقام الرجاء ومقام الخوف. غلب مقام الرجاء إن كنت تخشى الله عز وجل، أو غلب عليك مقام الخوف إلى حد التعطيل عن عبادة الملك الجليل، لا، وغلب جانب الرجاء وغلب جانب الخوف إن غلب عليك جانب الرجاء إلى حد أنك أعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لا بد من أن تطير حتى تصل إلى جنة الملك الجليل بجناحي الخوف والرجاء. النار النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفها وصفا عجيبا، والحديث في الصحيحين. يا الله، من حديث أبي هريرة يقول: إن ناركم هذه التي توقدون. تقدر على نار شمعة؟ والله ما تقدر. طب جرب كده، طب ولع شمعة وحط صبعك عليها كده لمدة نص دقيقة لمدة دقيقة، والله ما تقدر. شمعة. هل تصورت نار حريق مروع مدمر؟ هل تخيلت نار بئر من آبار البترول إن اشتعل بئر من آبار البترول بالنار؟ شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يخلع القلب بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. ده كلام الرحمة المهداة، كلام الرحمة المهداة، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. هل تتصور معي، وأنا مش عاوز أطول والله في المقام ده، هل تتصور معي مقام أو منزلة أو عذاب أهون أهل النار عذابا؟ وهسيب حضرتك تتخيل بعد ذلك.